عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد خفيف لطيف اللي بلشته من محلات بارك اند شوب اللي براس العين. كانوا عاملين عروض ليوم الأربعاء وأتوقع مددوا العروض لبكرة الجمعة. أخذت من عندهم كفكير وأخذت من عندهم طقم سكاكين وساطور صغير، والفرامة اليدوية اللي عاملين عليها بدينار ونص، اللي سألتوني عنها قبل اللي كنت استعملها، عاملين عليها دينار ونص. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنون عنكم. شكرا لكل حدا اشترك في القناة، وشكرا لكل حدا بتابعني جديد وقديم عندي. الله يبارك فيكم وينولكم الجنة جميعا. أخذت لكم هيك لقطات سريعة. هدول الصحون بنصف دينار، وهدولاك المناظر الذهبية أي منظر بدينار. شريت هدول الجاطات الصغير الواحد بنص، وأخذت الكبير بدينار، وأخذت فويل بدينار، وأخذت هدول المكانس اللي شايفينهم الحجم وسط وحجم صغير، بنقدر نستخدمهم بتنظيف الأسطح والشبابيك. وأخذت هاي الفرامة كمان بدينار، وأخذت هذا الكفكير بنص دينار، وأخذت هدول السكاكين مع المقص بدينارين، والساطور بدينار واحد. وهلأ راح أفرجيكم كمان الفرامة اليدوية اللي أخذتها بدينار ونص. طبعا حبيت أفرجيكم إياها، أفتحها قدامكم. معلش مرات لما بكون حاملة التليفون بإيدي بيكون في صعوبة بالتصوير لأني بتكاسل أجيب الحامل، فمرات معلش اعذروني إذا بيكون في التصوير مش مزبوط، عشان بكون حاملة ما بتحكم بالشي. ف برضو قلت لازم حتى لو كنت حاملة تليفون لازم أصور لكم القطاعة وأفرجيكم إياها. هذه عامل عليها بدينار ونص، أنا كنت شاريها بدينارين من محل قريب من بيتي. بعدين قلت خليني كان في عنا كمان حنة صديقة لإلنا لابنها فاحترت ألبس أي واحد من التواب. قلت ألبس الثوب الأحمر الأسود أو الثوب الكحلي، بس بالأخير لبست القفطان. طبعا هذا القفطان لبسته حتى أروح فيه على الحنة، وصورت لكم بس من الحنة كوشة العروسة اللي كانت حلوة مرتبة ومتعوب عليها. هذه الكوشة مثل ما شايفين اللي عاملينها للعروسة. الله يهنيهم ويبارك إلهم ويفرح جميع الناس، آمين يا رب العالمين. بعد هيك اليوم عملت لكم طبق حلو، بسكوت الطبقات. اليوم عملته بكريمة الفراولة. طبعا مثل ما شايفين الصحن هو من الفريزر، هيك لونه. حطيت صحن الأزاز بالفريزر، واستخدمت اليوم فراولة كريمة الفراولة، وطبعا مكوناتها باكيتين قشطة وباكيتين كريم كراميل. طبعا وجبت باكيتين بسكوت. حتى دورت على فراولة اليوم ازين وشها ما لقيت. وطبعا اذا ما بدكم الفراولة بتقدر تستخدم الكريمة العادية، هي بتنعمل بالكريمة العادية او بتنعمل بكريمة الفراولة. بس للأسف ما توفقت بالفراولة. أنا بجيب كنت دريم ويب، بس لأنهم قاطعين الدريم ويب جبت نون، بس نون لونها بعد ما حطيت الكريم الكراميل شوي ما ضل لونه زهري مثل لون الفراولة، فتح. أما الكريم الويب لما كنت أجيب الفراولة بتحافظ كانت على لونها حتى لو حطيت معها الكريم كراميل. طبعا إذا لاحظتوا حطيت مية باردة متلجة لأنه ما عندي للأسف حليب سائل. حبيت أفرجيكم إنه حتى إذا ما في حليب سائل الكريمة بتزبط بالمية الباردة، ما في داعي إنه تحطوا حليب. طبعا بخفقها حتى توصل للقوام اللي أنا بدي إياه، القوام الكريمة. وبعدين بضيف عليها مغلفين الكريم كراميل وعلبتين القشطة، أو أنا جبت القشطة الباكيتات حطيت عليها، وبخفقهم منيح حتى أبلش أعمل
طبقات الكريمة. طبعا هون المفروض احط معلقة كريم كراميل ادوبها واحط فيها البسكوت، لكن غيرت رأيي ورجعت حطيت حليب، لانه انا صار معي غلطة. الانسان لما يكون مستعجل بصير معاه غلطات، فعادي الانسان يعترف بغلطه. آه، المفروض انه دوبت الحليب مع الكريم كراميل بمي دافية وتركتهم، بس للأسف ما كنت مستعجلة، فاستغنيت عن الكريم كراميل وحطيت بس معلقة الحليب اللي عملتها بمي دافية. هي حطيت باكيتين القشطة ومغلفين الكريم كراميل. طبعا اذا كنتوا عاملينها بكريمة العادية بتقدروا تزينوا وشها ب السكر المحروق اللي بيجي مع باكيت الكريم كراميل، كمان بعطيها زكاوة. بس بالفراولة لا، ما حطيت على وشها سكر. المفروض احط حبات الفراولة اللي بقطعها نصين، بس للأسف اليوم لفيت ما بعرف ما لقيت فراولة فاستغنيت عنها. شايفين كيف لونها فتح، صار شوية على أصفر، ما ضل زهري غامق، لأنه زي ما حكيت لكم هي الكريمة، لأنه أنا بستخدم الكريم ويب بضل لونها بالعكس لون الفراولة، بس خلص هيك صار ومش مشكلة، برضو بيطلع طعمها زاكي حتى لو ما طلع اللون مثل ما بدي. لو عندي كان في صبغة حمراء حطيت عليها، بس ما عندي، فمش مشكلة، منمشي الحال. حبيت أشارك معكم الطريقة وإن شاء الله تحبوها وتعجبكم كتير. رح يستهجن إني حطيت الكراميل والقشطة بهاي الطريقة، بس صدقوني طريقة ناجحة وكتير رح تزبط عليكم، تزبط معكم عفوا، وكتير رح تطلع طعمها زاكي. مثل ما شايفين بحط طبقة بسكوت، طبقة كريمة، طبقة بسكوت، طبقة كريمة لحتى اختمها. برضو بتقدروا تزينوها ببسكوت مطحون اذا بتحبوا. انا اليوم ما حطيت ولا شي عليها، بس خلصت الطبقات وحطيت اخر طبقة. بجيب ورق الشفاف البلاستيك وبغطي عليها وبحطها بالثلاجة لتاني يوم. ان شاء الله بكرة بس اقطع قطعة منها راح اصور لكم اياها شورت حتى تشوفوا كيف طلعت معنا. ان شاء الله اليوم تكونوا استفدتوا من الحلو اللي قدمته، لانه زمان ما عملت معاكم حلو، فقلت خليني اعمل اليوم حلو. جربوها وان شاء الله ما بتخسروا وما راح تندموا، صدقوني راح تطلع كتير زاكي. وزي ما حكيت لكم اذا ما بدكم كريمة الفراولة بتقدروا تستخدموا الكريمة العادية نفس الطريقة، بس جيبوا الكريمة العادية مش كريمة الفراولة. وهلا رح افرجيكم كمان المبخرة اللي لقيتها في عندي محل نثريات عامل عروض، بطلع البضاعة اللي ما بده اياها وبصير يبيعها بنص دينار ودينار. شريت المبخرة بدينار، شريت البخور بنص دينار. عجبني منظره، انه بيعمل طريقة الشلال حلو، انه بصير البخور يعمل منظر كأنه شلال. هيك خلصنا اخر طبقة. طبعا بحطها ومثل ما حكيت لكم بغلفها وبحطها بالثلاجة لتاني يوم. زكوتها تاكلوها تاني يوم بتكون كتير بتطلع أذكى مما تاكلوها أول يوم. طبعا لا تنسوا تعملوا تفعيل الجرس وشير ولايك، ولا يا ريت كمان تحضروا كلكم الفيديو للنهاية حتى انه احقق الشروط او اسكر 4000 ساعة ورسميا تتثبت قناتي ان شاء الله. ودايما بقول بهمتكم لانكم ناس طيبين، وانا ما بعرفكم غير من وراء الشاشات، بس بتغمروني بحبكم بلطفكم كلامكم الجميل. الله يبارك فيكم جميعا. دايما بقول الله ينولكم الجنة ونولكم كل شيء في بالكم. آمين يا رب العالمين. قربوا نتائج التوجيه إن شاء الله. كل الطلاب ينجحوا، ومبروك مقدما لكل طلاب التوجيهي اللي راح ينجحوا، واللي ما بيحالفهم الحظ إن شاء الله بالسنين الجاي وبالأشهر الجاي يحالفكم الحظ.
هاي ولعت البخورة، حبيت أفرجيكم. هذه المبخرة أخذتها بدينار، وعلبة البخور أخذتها بنص دينار. طبعا بيكون مخزوق البخور من تحت، والمبخرة هلأ بفرجيكم بيكون فيها نفس الخزق اللي بحبة البخور، حتى يعطينا منظر الشلال الجميل. هاي صورت لكم هلا كيف ببلش البخور يصير ينزل مثل الشلال، بس كنت مولعة المروحة فما استمر كتير، لازم يكون ما في مروحة هواء حتى انه يبلش ينزل مثل الشلال. ان شاء الله بشوفكم بروتينات فيديوهات جديدة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.